بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى موسم الدوريات الخمسة الكبرى. السيتي بطل الدوري الانجليزي، وريال مدريد بطل اسبانيا، وكمان بطل الدوري اللا هزيمة باير ليفركوزن مع احسن مدرب في العالم تشابي الونسو، وانتر ميلان مرعب في ايطاليا وهو البطل. وفي الدوري الفرنسي من غير باريس بطل الدوري الفرنسي، والاهلي بطل افريقيا وكولر معاه معجزة، وجوميز والزمالك يفوز بالكونفدرالية بأقدام أحمد حمدي، وصناعة أحسن لاعب في أفريقيا وفي مصر أحمد السيد زيزو. بالنسبة ليا قبل أي حاجة متنساش اللايك والاشتراك في القناة والكومنت الإيجابي اللي يسعدنا تقديم الأفضل، وما تنساش كمان إنك تدعي لإخواتنا الفلسطينيين، واهم حاجة الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين في الكومنتات. نخش على موضوع الحلقة. السيتي بطل الدوري الانجليزي بعد التعثر مع ارسنال، ولكن السيتي حسمها بفارق نقطتين. دوري كان يستحق السيتي بجدارة، والدوري الاسباني ريال مدريد كان يستحقه بجدارة جدارة جدارة جدارة. ريال مدريد عدت 90 نقطة، 96 نقطة ريال مدريد، واعتزل توني كروس في عز مستواه. اعتزل مثل زيدان. زيدان كان 34 سنة واعتزل، وتوني كروس 34. توني كروس بيقارن نفسه بأندية، توني كروس بيقارنوه بأندية. توني كروس معاه 5 دوري أبطال، قد يعني الطريق السادس قد يقارن بأندية. 5 زي برشلونة، 6 قد هيعدي برشلونة، تاريخ برشلونة بالكامل. تخيل يبقى لاعب معاه 6 دوري أبطال، ومعاه كأس عالم، ومعاه يورو، ومعاه كأس عالم أندية، ومعاه كل حاجة. وكمان باير ليفركوزن في دوري اللا هزيمة. باير ليفركوزن فريق يستحق الاحترام والتقدير مننا، لأن مع تشابي ألونسو عملوا كل حاجة في الكورة، خلصوا كل الكلام. مفيش كلام هتقوله على باير ليفركوزن، لان باير ليفركوزن من اقوى فرق العالم ان لم تكن اقواهم. ولكن ريال مدريد كان نفسي ما يخسرش السنه دي. انتوا تعرفوا يا جماعه الخير، ريال مدريد السنه دي خسر من مين بس؟ يعني ريال مدريد كان يبقى الفريق برضو الوحيد في العالم ما خسرش. هو خسر من اتلتيكو في كاس الملك، وخسر من اتلتيكو في الدوري الاسباني فقط لا غير. ما خسرش من حد تاني على الاطلاق في العالم. ريال مدريد فريق قوي جدا مع كارلو انشيلوتي. ريال مدريد ابدع وامتع، وكان مثير للجدل السنه دي مع بلينجهام وفينيسيوس، والريال بالكامل مرعب. لكن نتكلم بقى عن النادي الاهلي. النادي الاهلي فاز بافريقيا، لعب بتكتيك وليس بمهارات. مدربين الاهلي والترجي كانوا بيلعبوا بتكتيك وليس لعب فردي. هي في ماتش الترجي هناك في تونس كانت في خطفة للاعب اسمه رودريجو، لو كانت دخلت كان هيبقى 1-0 وكان هينتهي الماتش كده وانا متأكد. وهنا الاهلي في نفس الثواني في الاول 5 دقايق حط جون بنفس شكلية الهدف اللي كان هيخش فيهم في رادس. ولكن يشاء القدر ان يخش الهدف هنا للنادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي يستحق البطولة لانه عمل بطولة 10/10. ومن وجهة نظري افضل حارس في البطولة امين الله مميش، حارس الترجي الشاب، حارس 10/10. حارس يستحق انك تتكلم عنه لانه حارس قادم وبقوة. 11 مباراة اول هدف يخش في مرماه من النادي الاهلي. تخيلوا يا جماعة الخير، يعني حارس قوي جدا، حارس اول مرة يلعب يخش في هدف من النادي الاهلي. هذه معجزة. ولكن قدام الاهلي مفيش كبير. الاهلي هو كبير القارة وكبير افريقيا. الاهلي ريال مدريد افريقيا. والزمالك فاز بالكونفدرالية لانه السنة دي مرعب مع جوميز، وقد نشوف تكتيك جديد السنة الجاية مع جوميز. كمان يا جماعة الخير نخش على قائمة منتخب مصر. في جدال كتير على حسام حسن لانه امبارح اختار قائمة منتخب مصر. القائمة كان في حراسة
اختار 4 حراس: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومحمد عواد، والمجدي سليمان. الاربعه ما عليهمش اختلاف. الشناوي لو في اسوء حالاته او ما بيلعبش فانه لازم يروح المنتخب لانه من القوام الاساسي وهيلعب اساسي على الثلاثه. كمان بقى في الدفاع: اكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، محمد هاني، احمد رمضان بيكهام، فتوح، ومحمد حمدي. انا لو من حسام حسن ما اخدش اكرم توفيق في الدفاع اطلاقا. اكرم توفيق لو نلاحظ اخر 10 مباريات مع النادي الاهلي، اكرم توفيق بيلعب في مركز نص الملعب. يعني اكرم توفيق لو نلاحظ بيلعب في مركز نص الملعب، وكان واخد ياسر ابراهيم. انا مش عارف ازاي صراحه واخد ياسر ابراهيم في القائمه، لان قلت يا كابتن حسام قبل ما نبدا خالص وقبل ما اتدرب: اللعيب اللي رجله في الملعب اللي هاخده، لعيب ما بيلعبش مش هاخده. انت خدت 2 ما بيلعبوش، محمد الشناوي وياسر ابراهيم، الاتنين رجليهم مش في الملعب. فانت وريت لنا دليل انك بتختار عشوائي، ما بتختارش بعقليتك، انت بتختار عشوائي. انت قلت لنا في اول خالص لما مسكت مش هختار غير اللي رجله في الملعب. كويس يا كابتن حسام، ولكن ننتظر الافضل في مواجهة بوركينا فاسو ذهاب واياب. كمان عندنا في نص الملعب مروان عطية، امام عاشور، احمد نبيل كوكا، واحمد السيد زيزو، مصطفى فتحي، تريزيجيه، محمد صلاح، واحمد السيد زيزو. هو خط النص ما حدش يختلف عليه على الاطلاق على الاطلاق. ولكن يا كابتن حسام انت نسيت سام مرسي. سام مرسي في الشامبيونشيب صعد بفرقته الى الدوري الانجليزي وقائدهم وواخد احسن لاعب هناك. ازاي ما تجيبوش يا كابتن حسام؟ وكمان عمر الساعي مع الاسماعيلي عامل موسم 10/10. ازاي يا كابتن حسام؟ الوم عليك يا كابتن حسام. في الامام مصطفى محمد واحمد امين اوفا المفاجاه بالنسبه لي، وناصر ماهر، وكمان محمد الشامي ومحمد شريف. هي دي قائمة المنتخب لا يوجد خلاف عليها، ولكن يوجد خلاف في مراكز مختلفة. الخلاف كان على ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي، والخلاف كان على عمر الساعي وسام مرسي ازاي ما جوش لمنتخب مصر. أهم حاجة ما تنساش الدعم الإيجابي لإخواتنا الفلسطينيين، وما تنساش اللايك والكومنت الإيجابي اللي يسعدنا تقديم الأفضل، وما تنساش الاشتراك، أهم حاجة الاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله، ونلقاكم في حلقات أخرى جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مؤمن أحمد.